السلام عليكم. تحياتي للمغاربة الحرار. المغاربة الحرار اللي ما كيبيعوا ما كيتباعوا ما كيتشراو، واستثني هنا العبيد الذين يشهرون حركة 20 فبراير في إطار الحرب ديالهم المعلنة لإسكات هذا الصوت المناهض للفساد والمفسدين. خوتي المغاربة، كما تلاحظون ظهر على اليوتيوب مؤخرا واحد الفيديو بعنوان مصادر تمويل حركة 20 فبراير، وصاحبة هذا التقرير المأجورة ذكرت تنقلات ديال هاد الشباب من خلال كراء سيارات واللقاءات والأكل في فنادق ومطاعم فخمة واللوجيستيك الآتي من بلجيكا ومن جمعيات البوليزاريو إلى غير ذلك من هذا التفجع اللي تفجحت به. وذكرت على أن المصاريف اللي تسرقات في هذه الاحتجاجات من البداية ديالها من 20 فبراير إلى يومنا هذا بلغت 150 مليون سنتيم. فأقول لهذه المخزانية البلطاجية، لهذه المأجورة، لهذه الحقيرة، علاش أقول حقيرة؟ لأنها كتاهل هاد الشباب هذه وكتلصقهم تهم خطيرة جدا. لهذا هاد المخزانية، هاد البلطاجية كنسميها حقيرة. وإن كان من حق الكل أنه يطرح هذا التساؤل، من حق كل مغربي حر أنه يتساءل على مصادر التمويل ديال أي مسألة، ومن حقه كذلك يتساءل على مصادر التمويل ديال حركة 20 فبراير، ولكن بدون اتهامات ليس لها دليل. جوابا على هذا الفيديو ديال هذه الإنسانة اللي باعت الضمير ديالها، أقول لها أولا اللوجيستيك عبارة عن مكبرات صوت لميجافون، لافتات. هاد الميجافون، هاد مكبرات الصوت كيساهموا بها بعض النقابات وبعض الجمعيات الحقوقية اللي كتعنى بحقوق الإنسان، كيعطيونا هاد مكبرات الصوت اللافتات. بالنسبة للافتات كما تعلمون أنهم كيطيحوا الخاص بيض وكنكتبوا عليه الصباغة. بالنسبة للافتات الأخرى اللي كتحمل باليد، فكل مواطن كيكتب، إما كيكتب في كرتونة، وكما تلاحظون في جميع المسيرات كيكتب في كرتونة لا للاستبداد لا للفساد ويهبط بها. له الاختيار، كل واحد كيعبر على الفساد اللي كيشوفه وكيحتج بالطريقة اللي كيشوف. هذا بالنسبة للوجيستيك. بالنسبة للمطبوعات كاين مجلس الدعم. هذا مجلس الدعم فيه بعض الجمعيات اللي كتعنى بحقوق الإنسان، وفيه بعض الأحزاب اليسارية والعدل والإحسان. عندهم لقاء أسبوعي كيتلاقاو وكيتكلموا في الدعم ديال هاد الشباب هذا، وكيخلصوا بواحد النتيجة أنهم كيجمعوا كل هيئة سياسية كتجمع 200 درهم 300 درهم. إلا سمعتوا 500 درهم كما جاء في ديك الشريط، هذه كاينة في الدار البيضاء على اعتبار أن المدينة كبيرة، كتكون 500 درهم ديال المساهمة من كل طرف. فبالنسبة للمدن الأخرى اللي كيتجمع 400 درهم، كيتجمع 600 درهم، كتجمع 1000 درهم في أحسن الأحوال كتجمع هادشي. فبالنسبة للمطبوعات كاين مساهمين. بالنسبة للفوتوكوبي
كان نطبعوا ورقة وكنمشيو كنصوروها ب2 ريال، يعني وكتطيح الأمور اقتصادية. هذا بالنسبة للمطبوعات. بالنسبة للتنقلات فالشباب كيمشيو على رجليهم، الأغلبية ديال الشباب كيمشيو على رجليهم، واللي كيركب من جيبو. وبالنسبة للأكل، الأكل هاد الشباب هادو كياكلوا البصارة وكياكلوا كسكروطات ديال المعقودة، واحد كيخلص على واحد كما العادة. هذه بدون زيادات، وبإمكان كل واحد يتوصل لهذه المسألة فهي سهلة. ما كاين لا كراء سيارات ولا أكل في أوتيلات سخنة ولا حتى شي حاجة. فالشباب كيمشيو أزيد من 10 كيلومتر على رجليهم باش يديروا التعبئة. أما الادعاء بأن المصاريف من بداية الاحتجاجات حتى اليومين هذا بلغت 150 مليون سنتيم، فهاد المسألة هذه نطرحها للصوتي المغاربة هما يقيموا. تصوروا أن من 20 فبراير إلى يومنا هذا تقريبا 3 شهور ونص ديال الاحتجاجات والمسيرات في المغرب كامل، وأزيد من 100 مدينة وقرية اللي فيها هذه الاحتجاجات وفيها المناهضة ديال هذا الفساد المفسدين، خسرت فيها 150 مليون سنتيم. هذا على لسان هذه البلطجية اللي تكلمت في الفيديو ديالها. وما كنظنش تبلغ حتى 30 مليون سنتيم، ما كنظنش تبلغ. هنا كنطرح لها سؤال غير شاكرة بشحال جديوها البلطجية باش تغني لكم ساعتين وباش تعرى عليكم جبتيوها ب2 ديال المليار ديال السنتيم. فين المغنيين الاخرين والشواذ والمنحرفين من كل اصقاع المعمور جايبينهم بالملايير؟ هذه نتوما ترفع عليكم القلم. وكنلاحظوا اخواني المغاربه، كنلاحظوا في الحملات الانتخابيه اللي كتقوم بها الاحزاب، صوروا في المده ديال 10 ايام كتعطيهم الدوله واحد الدعم لكل حزب. كاين الحزب اللي كيشد 460 مليون، كاين الحزب اللي كيشد 300، اقلهم هو الحزب اللي كينقصوا له بزاف العداله والتنميه كيعطيوه 130 مليون ديال السنتيم. وهذا الشيء باش يقوموا بحمله ديال 10 ايام. اما حركه 20 فبراير فالمساهمين كثر. انا اقول على ان ولاد الشعب كلشي كيساهم من جهته. كاين اللي كيمشي كيدور على التجار وكيجمع 10 دراهم لواحد، يجمع 20 درهم ويطبع لنا المطبوعات، وكل واحد كنكلفوه بمسألة وكيقوم بها. والمحسنين هاد الشيء اللي كاين لا اقل ولا اكثر. وهاد الامور هي اللي كيزيد هاد الحركه قوه باش تمشي بعيد. وكذلك نطرح تساؤل حتى حنا من حقنا ومن حق كل مغربي يطرح التساؤل حتى هو على تمويل بعض الجمعيات المعروفه اللي كيتسخر لها الاعلام العمومي كامل واجهزه الدوله كامله كتخدم هذه الجمعيات باكملها. هي جمعيه انجاز اللي في وجده، جمعيه افاق، جمعيه الاطلس، جمعيه ابي القراط، وجمعيه السيد. هذه الجمعيات اللي كينظموا هذه المهرجانات الكبيره. هذه الجمعيات هذه المعروفه والعملاقه والضخمه عندها ميزانيه ضخمه، عندها ميزانيات ديال دول افريقيا. من حقنا نتسائلوا على هذه الجمعيات اللي كتمولها الماسونيه العالميه، اطار التحالف ديالها مع الصهيونيه العالميه. وهذا الشيء راه معروف، ولا لاحظتوا جل المسؤولين كيكونوا في هذه الجمعيات هذه، وهما اللي كيعطيو الانطلاقه ديال هذه المهرجانات ديال هز البطون وديال التكليف وديال التجهيل والموسيقى الروحيه. وكما تعلمون على ان هذه الموسيقى الروحيه كتقتل الروح. اي موسيقى روحيه؟ هذه الموسيقى الروحيه اللي كتسخرها الاجهزه ديال الدوله، الدي اس بي، البوليس، بجميع الفرق ديالهم، وانها كتقتل
في المدينة القديمة، و الناس اللي كيخدموا في المدينة القديمة، هادوك الناس اللي كيخدموا في الصناعة التقليدية كاملين كيسكنوا في الأحياء الشعبية. ملي كيجيو يطلعوا بحالهم ما كيلقاو حصار مضروب، والمدينة مقسمة على جوج، ما كيلقاوش حتى الطريق منين يدوزو. في واحد يعني واحد الجيش ديال الامن محيط بهذا. شنو كيدير في هذه الموسيقى الروحيه؟ كاين فيها الصوفيه منصهره مخلطه باليهوديه، مخلطه بالوثنيه، مخلطه بالفارسيه، مخلطه بجميع الانحرافات، وكيسميوها حوار الثقافات وحوار الحضارات. اي حوار هذا؟ اي استبداد فكري هذا؟ والشعب كيتألم من الفقر، وهاد الشباب كيتهرسوا من الجماجم ديالهم بالعصا اللي يتكلم. ومن حقنا كذلك نتساءلوا على هاد المقاولة ديال التعذيب ديال معتقل سمارة الراهب، واللي كيجلسوا الناس على القراعي. ما حقناش احنا هاد المعتقل هذا وهاد المجموعة هذه الإرهابية اللي كتلقى الدعم من البنتاغون ومن أمريكا، كتلقى الدعم وكتبيع وتشري البشر، واللي بغات أمريكان تعذبوا كتفتوا لهاد غوانتانامو ديال المغرب يتعذب هنا ويجلسوا على القرعة. من حقنا احنا نتسائلوا البيع والشراء في البشر، من حقنا احنا نتسائلوا. وعلى الثروة ديال المسؤولين، ضيعات فلاحية لا جريمة، كل مسؤول عنده 20 جريمة، البريمات، الثروات الهائلة. وهاد المسألة ديال الثروات ديال المسؤولين غادي نخصص لها فيديو خاص وغادي نتكلم عليها. إذا خوتي المغاربة باش ما نطولش عليكم، حتى الفيديو آخر وتوضيح آخر وإلى الأمام الصمود. أقول الشباب الصمود حتى النصر، والنصر قريب إن شاء الله. وهاد المفسدين راه ما بيصمدوش بزاف. علاش؟ لانهم دايرين رجل في المغرب ورجل برا، والثروه ديالهم هربوها لبرا، فكينتظروا غير الوقت ديال الهروب، فليستعدوا غير مأسوفا عليهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.